مرت الأيام ويوم الخميس هدى الفرحة ما كانتش سايعاها. من النجم قامت علشان تجهز للسبوع واليوم المنتظر. يلا يا جماعة شهلوا، امال ايه؟ احنا لسه ورانا موال طويل، خلونا نلحق وقتنا. يا طنط لسه بدري قوي. بدري من عمرك يا جوز بنتي، هو ايه اللي بدري؟ يلا بلاش كسل، ده احنا ورانا حاجة السبوع وتقفيلة غير بلاوي. يلا يلا بينا. نزل هو وأمه وحماته وراحوا على أكبر محل في الفيوم لبيع مستلزمات السبوع. دخلت هدى هي بتتلفت بفرحة حواليها وعينيها على كل حاجة، وقعت عيونها على غربال مطرز بالتل اللبني وفيه خطوط فضة شكله يخطف العين. شاورت للبياع عليه بفرحة: أنا عايزة ده، وواحد شبهه بالمظبوط يا أخويا. تحت أمرك يا فندم. نزل لها الغربال وراح جاب واحد تاني ما يختلفش عنه في الشكل. بصي يا شهيرة، بذمتك مش شكله يخطف العين؟ بصراحة شكلهم كيوت قوي. ايوه طبعا، امال ايه؟ لازم نجيب لهم حاجة اخر ألاجة، حاجة فخامة كده. امال ايه؟ هما ولاد اي حد ولا ايه؟ دول ولاد الغالية. وولاد الغالي كمان يا ست هدى. يا اختي ربنا يبارك لنا فيهم ونعمل لاخواتهم كمان ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يدينا العمر ونفرح بيهم ونشوفهم عرسان كمان. طولة العمر ليكي يا اختي، ونفرح بيهم وباخواتهم لما يخوهم يا رب. يونس كان سامع الكلام حاطط ايده على راسه بهم. دول هما الاتنين اتلموا على بعض، مش هنخلص بقى، صبرني يا رب. طب يا جماعة يعني مش نشوف الباقي علشان ننجز وقتنا؟ حور في البيت لوحدها، لو مش واخدين بالكم أنا بفكركم يعني. ايوه معلش سهى عليا. بقول لك ايه يا ابني، انا عايزه ابرقين يكونوا نحاس، حاجه كده بتبرق. والله يا فندم مش موجودة الحاجات دي انقرضت أساسا. انقرضت ليه؟ ان شاء الله الناس بطلت تعمل سبوع ولا بطلت تعمل سبوع؟ البطلوا ده واسمعوا ده، ايش فهمكم انتوا في الكلام ده؟ طيب يا فندم أنا ممكن أجيب لحضرتك حاجة زيه، بس خزف شكله شيك قوي. لا لا لا، انا عاوزه اللي بريق النحاس، ان ما كانش نحاس يبقى بلاش منه. البياع بصلها بطولة صبر. يا فندم النحاس دلوقتي مش موجود، حضرتك عارفة أساسا كيلو النحاس بكام وعمولته كام علشان التكلفة؟ الناس استغنت عنه من زمان قوي. يكون باللي يكون بيه، انت ليك فلوس وأجرة تاخدها وخلاص. يا طنط هدى بلاش إصرار، ما ينفعش كده خلاص، ما ينفعش تنشفة الراس دي، بلاش منها، الموجود يسد، لأننا لو عملنا إيه مش هتلاقي نحاس. طب أعمل إيه؟ أنزل البلد وأجيبهم؟ ده الحبايب هناك ياما وألف منها لاقي عندها وتتمنى كمان. يا ريت، بس للأسف الوقت مش في صالحنا. لو كنت أعرف إصرارك كنت بعت جبتهم من خان الخليلي ولا حاجة، بس الوقت ضيق وإحنا يومنا طويل ورانا حاجات ياما. بس اللي بريق النحاس لازم يكون موجود في السبوع. ده فرحة. خلاص يا مدام هدى، الفرحة في القلب، احنا نجيب الموجود، مش جايز يكون احسن من النحاس وهو الموجود يسد. طب اشوفه الاول وبعدين احكم. البياع حط لها اشكال كتير، وبعد فرهدة اخيرا وطول معاناة اقتنعت وخدت 2 شكلهم حلو جدا. طب نشوف بقى حاجة السبوع. وبدأت تختار وتنقي هي وشهيرة كميات كبيرة ومهولة. يا طنط حيلك ايه كل ده؟ ايه يا اخويا، طب يا رب يكفوا، ده الحبايب ياما واللي جاي يجامل اكتر واكتر يا ابني، دي فرحة جاية بعد شوقة. يونس سكت على مضض لحد ما خلصوا بعد اكتر من 2 ساعة. يونس دفع مبلغ محترم واتصدم من كميات الكراتين والشولة. وإن شاء الله الحاجات دي يعني هنحطها فين بقى؟ الله، امال العربية الجرار اللي معاك بره دي لازمتها ايه ان شاء الله؟ وإن شاء الله الجرار ده هيشيل ويقضي كل ده، وإحنا هنقعد فين؟ على السقف ونسقف؟ حضرتك جايبة حاجات ياما، عايزة عربيتين نص نقل يا دوب يقضوا، ولا ممكن نختصر الطريق ونجيب تريلا تشيلهم مرة واحدة؟ ماليش دعوة، اتصرف، مش انت راجل البيت؟ أيوة بس أعمل إيه حضرتك، يعني جايبة حاجات لا تعقل. يا أخويا هو أنت بتعد علينا؟ هتعد علينا الفرحة من أولها؟ يا حسرة، في إيه؟ إيش حال كانوش عيالك؟ هو إحنا بنعمل لعيال الجيران؟
طب ده الناس بتتنشأ وتقول يا رب فرحة، وانت مستكتر علينا شوية الحاجات دي. طب يا اخويا افتكر انهم جم بعد شو او لف على الدكاترة لما عملتوا دكان هناك. صبرني يا رب، انا ما قلتش لا ولا مستخسر. انا بقول لك يا طنط هجيب كل ده ازاي؟ اقول لك حقك عليا، انا اسف. طب شوف لي صرفها بقى، خلينا نروح بدل وقفة السكك دي، البت لوحدها ودي نفسة. الصبر من عندك يا رب، هتجنن منها اقسم بالله. البرج اللي فاضل في عقلي خلاص على شعره وهيطير من عمايلها فيا. طب حضرتك ادينا العنوان واحنا نوصلهم لحد عندك يا فندم، ما تشغلش بالك، في هنا توصيل وشحن. روح يا شيخ إله ربنا يبارك لك. اداله العنوان بالتفصيل في ورقة. بقول لك ايه، يكون ورانا ها؟ احنا لسه هنقفل، مش هنقعد نستنى. احنا ممكن نقفله هنا ونبعته جاهز على طول. لا يا اخويا دي فرحة، وانا مش عايزة حاجة تبقى ناقصة. اسمع الكلام وخليهم يشهلوا، إلهي يسترك. اسمع الكلام يا ابني، خلينا نخلص. يونس دفع تمن الشحن، وهدى خدت الأباريق والشمع والغربالين وشوية حاجات وركبوا العربية. هدى دخلت البيت بفرحة وهي بتنادي بصوت عالي: بنتي يا حور، تعالي يا بنت اتفرجي. طلعت حور على صوت هدى: بس ياما ما صدقت العيال ناموا، وطي صوتك إلهي يسترك. تعالي 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 شوفي يا بنت جبنا ايه. قعدت حور، طلعت هدى الأباريق والغربالين والشمع وصينية خزف شكلها حلو قوي. الله، شكلهم جميل، بس ليه كل ده ياما؟ يا بت دي فرحة منتظرة يوم العيد. يا بت دي حاجات السبوع، علشان نعمل سبوع مفتخر. ده اليوم اللي عشت بحلم بيه يا بت. ده انا لو مت دلوقتي هبقى خدت نصيبي وحظي من الدنيا يا ضنايا. حسك عينك ياما تقولي كده بالله عليكي. احنا فرحانين، بلاش تنكدي عليا. لا، الشر بره وبعيد، ربنا ما يجيبش حزن من هنا وجاي، فرحة وبس. هدى بصت لشهيرة: طبعا الجو ده جديد وغريب عليكي يا ست ام يونس، مش كده؟ ايوه، لا مش قوي يعني، انا عملت اسبوع يونس برضو في البلد، فاعرف شوية حاجات. صحيح كان عالضيق شوية علشان الظروف ساعتها، لكن كان جميل. لا لا لا، ده انا هوريكي وافرجك على السبوع اللي هو لا اتعمل ولا هيتعمل زيه. سبوع ما وردش عليكي ولا شفتي ولا هتشوفي زيه. دول الغاليين ولاد الغاليين. تعالي تعالي امال. قبل ما يتحركوا كان وصل عمال الشحن بكراتين السبوع، والصالة اتملت حاجات على آخرها. يا لهوي، ايه كل ده ياما؟ طلبات امك، اتفرجي من سكات يا اختي. حاضر، ربنا يستر، حكيم امي وانا عارفاها، خلينا نشوف آخرها. هنعمل ايه بقى؟ الأول نملى الأباريق عشان تبات مليانة. ملت الأباريق مية وطلعت ودخلت جابت صينيتين كبار وملتهم مية، وبصت لحور: بقولك ايه يا بت، مش سرة العيال سقطت؟ ايوه يما سقطت. طب امال هما فين كده؟ جوه في درج الكومودين وحطاهم. كنت هرميهم ونسيت. ترمي ايه يا مخبولة انتي؟ خشي هاتيهم يا موكوسة يا بت الموكوسة. حاضر يما، اهدي عليا لله الامر. ايوه بقولك ايه، وغيرات العيال اللي قلعوها فينها؟ في سبت الغسيل يما، مالها رخرة؟ سابتها هدى وراحت تجري زي اللي بتجري من شبح. جابتهم بسرعة وهي بتشمهم بفرحة وطبقتهم، وبدأت طقوس التجهيزات. طلعت اكياس كتير وبدأت تفضي منهم كميات كتيرة قوي، وخلطتهم ببعض وحطت عليهم ملح. حطت عليهم السرتين ودفنتهم في وسطهم، وحطت غيارات العيال عليهم، وعليهم صابونتين ومشتين وسكنتين. حور بصت لها بصدمة: يا لهوي يما، ايه ده كله؟ بتعملي ايه؟ فهميني إلهي يسترك. الله يا بت، قولي ما شاء الله يا بت. ما شاء الله يما، فهميني برضو إلهي يسترك. دول السبع حبوب، يعني 7 أيام ب7 حبات. طب الحبوب وفهمناها، الملح لزومه ايه كمان؟ عشان يبقى حصوة في عين اللي ما يسميش على النبي وما يصليش عليه، حصوة في عين الأعادي، ونشيل عيون الناس عشان كل اللي يشوفهم تبقى حصوة في عينه إن شافهم ولا صلاش على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. الكل قال عليها أفضل الصلاة والسلام. حور ويونس كانوا مبتسمين بفرحة، وأحمد وشهيرة بيبصوا باستغراب. طب والحاجات اللي فوق الهدوم دي ليه ياما؟ مالكيش دعوة،
لا 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 معلش، ليلة مشاط والصابون دول والسكاكين، انا بجد عاوز اعرف. انا اول مرة اشوف الحاجات دي يا ست هدى. هي اختي علشان يطلعوا حلوين ونضاف ومسمسمين ومسبسبين، والسكاكين عشان يقطعوا طريق العدو والشر ما يعرف لهم طريق. الكل ضحك من قلبه على عفوية هدى والحاجات القديمة اللي لسه ماسكة فيها. طب أنا هتفرج واسكت مش هتكلم، أنا وليا لسه والدة وتعبانة ومش حمل مناهدة معاكي يا هدى، مش هتكلم ولا انطق. ملت هدى الصواني مية ورغت فيها صابون كتير، وحطت الإبريق في نصها ولفت راس كل إبريق بعمة بيضة وبصت لهم بمكر ووقفت في النص زي الأطفال. بقول لكم إيه، كل واحد منكم يشخلل جيبه ويطلع كل الفضية اللي فيه. لا أنا ما معيش فضية. الكل فضل يدور في جيوبه وشنطه ومحدش معاه إلا فلوس ورق. الكل طلع الفلوس وحطها قدامها على الترابيزة، مدت إيديها وكبشت في كل إيد شوية فلوس، حطتهم في إيدين يونس. خد يا أخويا، فكلي دول بقى فضية. أنا لو لفيت الكرة الأرضية ومحافظات مصر محافظة محافظة وشارع شارع مش عارف هجيب لك كل دول فضية منين. بقول لك إيه يا أخويا، اتنحرر كده واتعب شوية، انزل وروح عند المدعوق اللي تحت ده، ولا أي مدعوق من الدكاكين الكبيرة اللي بتشتروا منها دهيت، إياكش تفكهم خمسات خمسات، المهم تتشقلب وتجيبهم لي فضية، فاهم؟ يونس بص الحور بصدمة وعدم استيعاب. أيوة أعمل إيه يعني دلوقتي بجد؟ خلاص ما تشغلش بالك، أنا هتصرف. اتصلت بسبارس وكانت عينيها على أمها بغيظ. أيوة يا سبارس، اسمعني إلهي يسترك، تتكفي تتقلب بتغطس تجيب لي 1000 جنيه فضية. نعم. ها بتقول إيه يا اسطحور؟ والنبي يا أخويا ما وقت صدمة وتناحة، ما تبلمش كتير، في حد واقف زي الدبان فوق راسي دلوقتي، فايه ساعة زمن كده ولاقيهم عندي، يتصرف. ما وعدكيش بس هحاول. لا ما تحاولش، انت اكيد هتجيب، هي ملهاش حل تاني. سلام عليكم. ها هنعمل ايه دلوقتي ياما؟ هنزين الابريق لحد ما تجيبولي الفضية، ما انا عارفة اللي يعتمد عليكم يعتمد على حيطة مايلة. حقك عليا معلش، بعد كده هفتح المندل علشان نعرف طلباتك. ده مش سبوع، ده قلب زار من عمايل امي، زار لما يزرزرك يا بت. ودخلت شقتها بعد شوية وطلعت وفي ايديها قماشتين بيض مخططين بسود، العمة البدوي وكيس مربوط. مسكت العمتين وبدأت تلفهم على راس الأباريق. بتعملي يا طنط وايه ده أساسا؟ دي عمة مش ولد، يبقى لازم الابريق نعممه. نعممه ولا نحممه، ما بقتش فارقة أقسم بالله، أنا بشوف العجب العجاب عند أمي. هدى خلصت لف العمة على الإبريق وفتحت الكيس بحرص شديد، طلعت منه ختمين بستهم بحب وحطتهم على بوز كل أبريق، كانوا خواتم فضة. طلعت ساعتين بستهم بدموع مكتومة وحطتها على الإيد بتاعة الأبريق. حور بصت بتركيز على الخواتم والساعات. ايه ده ياما؟ دول خواتم الغوالي. ياه، لسه معاكي ياما؟ أيوة. هو انت فاكرة ان اي حاجة من ريحة الغالي راحت ولا ضاعت، ولا انا فتها بعيدة عن حضني يا بت؟ ها والله أبدا. بصت لحور بعينين مليانة دموع. يا بت دي الخواتم اللي ابوكي كان لابسهم، ودول الساعات بتوعه، مش فاكراهم يا بت ولا ايه؟ نزلت دموع حور غصب عنها بوجع. ومن امتى اي حاجة تخص عامر كبيرة ولا صغيرة انا معرفهاش ياما، انا بس مش مصدقة ومستغربة. لا ده انا شايلهم في قلبي ومحوطة عليهم لليوم ده، عشان لما عيالك يكبروا واديهم ليهم. ربنا يديني العمر واشوفهم بيكبروا قدامي يا رب، اشوفهم كده زي عامر وادب عامر ورجولة وجدعنة عامر. اللهم امين ياما. احمد حب يفك الجو اللي خيم عليه سحابة حزن مرة واحدة. طب يا جماعة افتكروا ان في واحد على اسمي، وادعوا من قلبكم بصدق وقولوا يا رب يطلع باشمهندس زي احمد كده، اجبروا بخاطري طيب وافتكروني. ازاي بقى، ده انت الخير والبركة يا ابو يونس. هنجهز باقي الحاجة. بقولك ايه يا بت، لافين الدهب بتاعك بسرعة. دخلت وجابت الشبكة بتاعتها، هدى حطتها قدامها وجابت علبة دهب من شقتها. أحمد وشهيرة ويونس كانوا مبرقين بصدمة. يونس بذهول قال
ايه في ايه بجد؟ ايه اللي بيحصل ده؟ اسكتوا انتوا مالكوش دعوة. ايه يا حور؟ مش عارفة يا اخويا، مش فاهمة حاجة. هدى فتحت العلب، بدأت تاخد الدهب وتحطه في الصواني لحد ما ملتها واتملت دهب واترست، واتغطى الدهب كله بالمية. لا بجد ياما لازم افهم ينوبك ثواب. بصي بقى يا بت، علشان يطلع رزقهم في رجليهم وخيرهم كتير. ربنا يرزقكم برزقهم ويكتر في خيركم عشان خاطرهم، قادر يا كريم. أحمد وشهيرة كانوا باصين بالصدمة. شهيرة همست لأحمد: إيه ده؟ اظن اللي بيحصل قدامك ده ضرب من دروب الخيال. أنت بتقول فيها؟ ده من الجنون وحياتك، حاجة كده نيو أوبشن. أنا أول مرة بشوف الحاجات دي، عجب العجاب بجد يا أحمد. هو في إيه؟ هو في كده بجد؟ سيبك انتي وقوليلي، ايه رأيك في الحاجات اللي بتحصل دي؟ بصراحة بيني وبينك واو، بجد فاخر من الآخر زي ما بيقولوا. تحس فرحة كده، تحس إن إحنا وبنتفرج فرحانين كأننا في فيلم من الستينيات. هدى خلصت كل حاجة. كان سبارس وصل معاه شنطة كبيرة وتقيلة مليانة فلوس فضية. اتفضلي يا اسطى، وكتاب الله لو كنت شحات عند المقام ما كنت هجيب الفضية دي كلها. انا اتشحورت واتشلوحت على ما عرفت اجيبها. الناس كانوا فاكريني مجنون وانا داير الف على الدكاكين والجوامع وافك فضية. معلش يا سبارس، حكم القوي، هنعمل ايه؟ ولا يهمك يا اسطحور، انتي تؤمري في اي وقت، انا تحت امرك بالاذن. انا طب ما تخش عيب كده. معلش، بكرة بقى هكون معاكم اليوم بطول بالإذن. أنا الورشة لوحدها. سلام عليكم. دخلت وحطت الشنطة قدام هدى، خطفتها منها وفتحتها بلهفة. بدأت تحط الفضية في صينية فوق الدهب. يونس قال: على فكرة، أنا أسمع إن كده غلط، إن الفضية لو اتحطت مع دهب بتاكله وتأثر عليه وبتاكل منه. ما تاكل يا اخويا، هتاكل منه ايه يعني؟ جرام ولا جرامين 3 4 مش قصة. دي فرحة ما بتتكررش تاني. الكل بص لبعض وسكت. كده خلصنا، يلا حد يحطهم بقى على السفرة. يونس اتصدم من تقلها واتحرك بحرص وحطها، ورجع حط التانية جنبها. بدأوا في تجهيز وتقفيل علب السبوع وسط لمة وفرحة لحد ما الليل دخل. هدى قامت منطورة: يا لهوي الوقت سرقني وما حسيتش بيه. في ايه؟ انتي وراكي حاجة ياما؟ ايوه، صينية الشمع لازم نعملها. دخلت وجابت صينية الخزف وطلعت علبة شمع كبير. بنتي يا حور، سمي اول شمعتين باسم العيال، والخمسة الباقيين بأسامي تانية. نعم نعم، الله عليكي، خلاصي يا بت، مش وقته، مش كل شوية عمالة تسألي. ما هو انتي ياما اللي بتعملي حاجات لا يصدقها العقل ولا المنطق أساسا. افهم بقى، هو حد قالك اني خلفت قبل كده عشان ابقى عارفة الهبل اللي بتعمليه ده؟ بت، الشمعتين دول عامر واحمد، والباقي ان شاء الله اخواتهم. يلا بلاش غلبة، اديكي عرفتي. ولعت حور اول شمعة، وقبل ما تنطق: في سرك يا بت وما تعليش صوتك. يونس همس لأمه: الله أكبر، حماتي بتعمل عمل يا جدعان. دي مش طقوس سبوع، دي طقوس زار. شهيرة ضحكت وحطت ايديها على بقها علشان صوتها ما يطلعش. حور بصت لأمها بقلة حيلة وسمت ال7 شمعات وحطوهم جنب صواني الأباريق على السفرة. أنا خلاص يما استويت، أنا عايزة أدخل أنام. متهيألي يعني ما هصدق أحضن السرير بعد هدة الحيل دي. والله يا قلبي ما لوحدك، أمك دي ما بتتعبش. الكل انسحب على أوضه، وحور اطمنت على ولادها ولسه هتنام. هدى خبطت. يونس فتح الباب باستغراب: صحتكم ولا ملحقتوش تناموا؟ أصل انتوا لسه داخلين. يونس بصلها باستغراب: إيه يا طنط، في إيه الصينية دي؟ هو حد هياكل طبيخ بالليل؟ لا ده مش ليكم. لحضرتك، معلش ما خدتش بالي. ولا ليا. ايه ياما في ايه على المسا؟ مش خلصنا؟ لا خلاص، دي آخر حاجة. ايه ياما واللي في ايدك ده؟ ده حلوان الملايكة. ايه ياما؟ يا اختي صينية الملايكة، الملايكة بتصرف عنك، لازم نحلي بقهم. ونحلي بقهم بايه ان شاء الله؟ لازم نحط صينية الطبيخ دي تحت السرير. انا عملت لهم رز وبطاطس مطبوخة وكمان لحمة. ها؟ وسعي وسعي وبعدين ابقي اسألي. وتحت صدمتهم حور ويونس ميلت حطت الصينية تحت السرير. دي لازم تبات للصبح. وطلعت من سكات. لا والله، أكيد أمك دي عقلها في حاجة. إيه اللي أمك بتعمله ده؟ ها؟
والله علمك يا اخويا، انا زيك. كل دي خرافات يا حور. اه، إلهي يسترك بقى، أنا هلكانة طول اليوم ما بين أمي والعيال وعمايلها فيا. مشيها، أنا مش حمل مناهدة وفرهدة مع أمي. كفاية عليا العيال، مش هيبني ومطيرين من النوم من عيني يا يونس. سكت يونس على مضض. حاضر يا حور يا مجنناني، هسكت والامر لله.